الناس اللي بتشتري البصل يا جماعه خلي بالك، انا هحكي لكم تجربه من واقع شخصي، لان انا ما وافقتش اشارك في جريمه انسانيه زي دي، فشير الفيديو ضروري علشان الناس تاخد بالها. انا الحمد لله بيتي سايب فيه 3 قيراط ورا البيت، بزرع فيهم اللي باكل منه من خضار وكل شيء الحمد لله. كنت زارع في ربع قيراط منهم بصل طبعا للبيت عندي، فالمهم لقيت رقم بيرن عليا، واحد معرفه يعني. انا عارف ان في ناس كتير هتزعل مني بسبب الفيديو ده من دايره معارفي، بس انا طبعا بعامل ربنا. فالمهم انا لقيته بيتصل عليا وبيسالني البصل اللي انت عندك ده بترشه يعني زي ما انتم فاهمين المبيدات والكيماويات والحاجات اللي هي زي كده؟ فقلت له لا والله، ده لان ده استخدام شخصي للبيت عندي. قال لي طيب انا عايز في حدود 10 او 15 كيلو منك. انا استغربت الطلب بيني وبينكم، لان ما شاء الله عندهم حوالي 20 او 30 فدان وزارعين كلهم بصل. فانا حبيت استفسر وقلت له ليه مش فاهم معلش. قال لي انا هاخدهم منك عشان ابعتهم للمعمل عشان يتحللوا، علشان اقدر اصدرهم بره. هم طبعا عندهم مفرش وبيصدروا للسعوديه والبلاد التانيه، وفي نهايه الموسم باخد من ارضنا البصل اللي انت عايزه. فهو هنا طبعا عايز ياخد البصل بتاعي اللي ما بيترشش علشان يوديه للمعمل فياخد الابروفد وبعدين يصدر. يعني اللي هو انتم متخيلين جاي بيقول لي هات البصل الكويس بتاعك استخدمه وخد من عندي المسمم استخدمه انت لبيتك. فيما معنى الكلام يعني اقسم لكم بالله ان هذا حصل، ويمين هتحاسب عليه قدام ربنا، وربنا شاهد على كلامي ده. ومن وقتها بقى ادركت حجم الكارثه اللي احنا فيها، احنا ما الا مستغربين بسبب الامراض اللي عماله تفتك باهالينا وبولادنا. فمن بعدها بقى قررت ان انا اعمل صوبه صغيره في جزء من الارض اللي انا قلت لكم عليها دي، وازرع فيها من كل شيء حرفيا بيدخل المطبخ عندي، اللي هو زي نظام اكتفاء ذاتي بمعنى اصح. يعني فيما معناه انا لا عايز اروح بقاله ولا عايز اروح سوق حرفيا خالص. حتى الفاكهه اشتريت اكتر من 60 شجره وزرعتهم في المكان لجميع اصناف الفاكهه اللي ممكن تتخيلها. بكده انا اقدر اتحكم في اللي بيدخل في بقي وابقى عارف مصدر اللي انا باكله ايه انا واولادي. طبعا الناس هتقول لي هنا طب انت ليه حاطط صوره ضياء العوضي اصلا وهو مانع البصل اساسا؟ بصوا يا جماعه انا هقول لكم على حاجه، انا مش ماشي على نظام طيبات او غيره، انا ماليش علاقه بالكلام ده خالص. انا اضرب نفسي، انت اضرب نفسك. التيشيرت اللي انا لابسه ده ممكن اديهولك اقول لك خد البسه، ما يجيش على مقاسك مش مناسبك. انا برضو كده وانت كده عامه، يعني ما ينفعش ان انا اقول لك حياتي خدها عيش بيها او هات حياتك انا عيش بيها. حاجات كتير انا متفق معاه فيها وفي حاجات انا متعارض معاه فيها، بس الاولويه هنا لنفسي. انا نفسي شفت ايه اللي بيتعبني وبعدت عنه وايه اللي يفيدني وبتناوله. يعني انا واحد من الناس الخضار ما بيتعبنيش، فهل انا بقى ليا الحق ان انا اقول لك ما تاكلش الخضار مثلا؟ ملهاش علاقه. المهم يا تقلل من استهلاكك يا تمنعه خالص طبعا الا في حدود الضروريات، يا تحاول تزرع منزلي في قصيص على السطح بقى في بلكونه ايا يكن. صحتك وصحه اولادك اهم من شهيتك. ما تنساش تشير الفيديو وتعمل لايك وفولو. سلام.